السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي يومية عدل المعاشات. النهاردة هنكمل الجولة بتاعتنا في قلعة قايتباي، هنوريكم الأجواء في أيام العيد المبارك. فأدي ده بحر صغير كده عند قلعة قايتباي زي ما بشرحه لكم. وهنا في مراكب جميلة جدا، تأديف، مراكب تأديف طبعا بتركبوها يعني من 15 ل20 جنيه حسب الوقت الواحد. في المركب دي بتسع حوالي من 6 ل8. زي ما انتم شايفين كده، دي الطابية بتاعت قلعة قايتباي. الطابية دي بتعمل مدافع، فيها مدافع. المفروض يعني الحاجات دي بتحمي اسكندرية زمان للي جاي من ايه، من البحر. دي الطابيتين بيتجددوا، في طابيتين تاني قدام بعديهم اهم، اهو زي ما انتم شايفين بعيد. لكن دي اجواء الناس اللي قاعدة جميلة جدا وروعة، هوا حلو جدا ومش مكلفة. برضك هناخدكم في جولة سياحية كده في المراكب دي، هتتفرجوا عليها في الحلقة اللي وراها. زي ما باشرح لكم كده، القعدة جميلة ورائعة، مش مكلفة خالص. قلعة قايتباي بإسكندرية، دخول مجانا، بس القلعة نفسها دخول بفلوس. هنا البياعين زي ما انتم شايفين بيعرضوا حاجات تراثية، وفي بيعرضوا حاجات من منتجات البحر، زي الودع والحاجات، التماثيل الفرعونية مع حاجات من البحر نفسها، مشكلينها عقود من الودع كده. ماشي، هتشوفوا اللي جاي اهو. ده الجزء التاني برهولكوا، عشان دول يعني يعتبر فقرتين ورا بعض. ادي القلعة، الناس قاعدة بتستمتعها. يا جماعة الحجرة دي ما كانش، الحجرة دي كان المية ساعات بتطلع في الشتاء لغاية بره، انما دلوقتي البحر نازل عشان احنا ايه، داخلين على الصيف، فترة الربيع. الكراسي هنا، قعدات هنا جميلة جدا، مش مكلفة قوي يعني. الناس بتعمل شاي، تعمل قهوة، حاجات خفيفة كده. ممكن الواحد يجيب أكل وشربه ويقعد هنا ساعة ساعتين، يركب المركب الفلوكة دي بالمقداف زي ما انتم شايفين، وهنركبها ونوريها لكم. السلام عليكم ورحمة الله.